طيب لو انت سنك ما بين 13 ل 23 سنه فالفيديو ده هيكون شومه هتنزل على دماغك تفوقك، ضربه هتخليك تشوف كنز في ايدك 99% من البشر بيضيعوه وبيرجعوا يعيطوا وهم عندهم 25 و30 سنه. والكنز ده اسمه ايه؟ اسمه فتره المراهقه. في الفيديو ده انا هكون صريح معاك لدرجه تخوف، مش هطبطب عليك، مش هقول لك كلام يحفزك، انا هقول لك الحقيقه حتى لو هتوجعك. بس صدقني انت لو استوعبت الكلام اللي هقوله ده انت مش هتصدق قدراتك في السن ده هتبقى عامله ازاي. 9 حقائق في 9 دقايق بتوع انستجرام وتيك توك هيخافوا يصرحوك بيهم، وخصوصا التاسعه لو استوعبتها هتوجعك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. انا عارف وانا بقول الكلام ده انه هيكون صعب شويه على بعض الناس انها تسمعه، بس اللي هقوله هو حقيقه تامه، ومن كتر ما هي واضحه بالنسبه لنا وقريبه كده قدام عينينا احنا ما بقيناش شايفين ايا كان اللي هتسمعوه. فما تتضايقوش مني، لان والله الكلام اللي انا بقوله ده انا كنت اتمنى ان انا كنت اسمعه في بدايه المراهقه بتاعتي، واللي هيستوعب الكلام ده ويطبق اللي هيتقال فيه هيروح في حته مش هنعرف نبص لها فوق. الحقيقه الاولى، محدش هيجي ينقذك لان محدش فاضي لك. الحقيقه دي على قد ما هي مره وصعب عليك انك تسمعها وانت صغير، ولكن هي دي الحقيقه. محدش هيجي ينقذك من المشاكل اللي انت واقع فيها. مفيش لحظه فتح الهي هتنزل عليك تخليك تذاكر بنهم وتحب المذاكره اللي كل الناس بتكرهها. مفيش شخص في الدنيا هيجي يشدك من ايدك عشان يقول لك والنبي خد بالك من صحتك. المذاكره هتفضل رخمه، النجاح هيفضل صعب، التمرين هيفضل متعب. لو فضلت مستني الشخص او اللحظه اللي يطلعك من البقعه السوداء اللي انت واقع فيها في حياتك، اللحظه دي مش هتحصل، والشخص ده عمره ما هيجي حتى لو كان اهلك عندهم مسؤوليات كتيره جدا في الحياه، وكمان عندهم اخواتك. المدرسين بتوعك بيحبوك وعاوزين يشرحوا لك المنهج بافضل واحسن طريقه تكون سهله بالنسبه لك، ولكن المدرس بتاعك مش انت الطالب الوحيد اللي عنده، في مئات الطلاب التانيين. لو فضلت قاعد مكتئب وحزين ومستني الشخص او اللحظه اللي هتيجي تحررك من الحزن واليأس اللي انت موجود فيه، والله ده ما هيحصل. انت الوحيد اللي مسؤول عن نفسك، عن صحتك، عن مذاكرتك ومستقبلك. اول ما تبطل ترمي افعالك واللي موجود في حياتك على شماعه الظروف، انت هنا هتتحول من شخصيه الضحيه اللي بيفضل دايما بيعيط وما بيعملش اي حاجه لبطل بيغير في القصه بتاعته. فلازم دايما تبقى فاكر ان انت الوحيد اللي مسؤول ومحدش هيشيل شيلتك. الحقيقه التانيه، لو ما اتحكمتش في نفسك حد تاني هيتحكم فيك. لازم تبقى عارف ان انت لو ما اتحكمتش في وقتك، في نفسك، في علاقاتك، الطرف التاني هو اللي هيسوقك وهيتحكم فيك. كلام مش بس على الاشخاص والعلاقات، انا بتكلم على اي حاجه في الدنيا. لو ما اتحكمتش في وقتك وسبت نفسك في انك تقعد على التليفون بالساعات وتقعد تسكرول على السوشيال ميديا، وقتك هو اللي هيتحكم فيك. ولما تفضل تكرر نفس الافعال دي وما تمسكش زمام الوقت بتاعك، هتلاقي انك قدام صفر وما عملتش اي حاجه. لو ما اتحكمتش في علاقاتك وقدرت انك تقول لا على اي حاجه مش مناسبه ليك، اعرف ان الشخص اللي قدامك حتى لو هو اقرب واحد ليك هو اول واحد هيتحكم فيك. واللا اللي انت كنت خايف تقولها له عشان ترضيه وهو ما يزعلش منك، هو اول واحد اللي لما هتقول له حاجه مش مناسبه ليه هيقول لك اللا اللي انت كنت خايف تقولها له. لو ما اتحكمتش في اي عاده سيئه وانت بتكرهها موجوده في شخصيتك وبدات تعرف انك تتحكم فيها ازاي، العاده دي وهي اللي قدام بشكل تلقائي هتلاقيها اللي بتتحكم فيك. سواء العاده دي كانت تسويف او مثلا خوف من الاشخاص او ادمان على التليفون او على الاباحيه او ادمان على اي حاجه في الدنيا، لو سبت نفسك ليها هي اللي هتتحكم فيك. فسوق نفسك عشان ما حدش يسوقك. الحياه الثالثه، التليفون هو سرطان عمر. لازم تبقى عارف ان التليفون اللي في ايدك دلوقتي واللي بتشوفني من عليه هو السرطان اللي بياكل في حياتك، ولو ما عرفتش تعالج السرطان ده وتحجمه هيفضل يكبر لحد ما ياكل حياتك كلها. تحب اثبت لك؟ افتح دلوقتي السيتنجز بتاعه تليفونك وادخل دلوقتي على السكرين تايم، هتلاقي في رقم كده. الرقم ده هو المده اللي انت بتقضيها على التليفون، هتلاقيها من 5 ل 6 7 8 ساعات كده. عايزك تفتح الاله الحاسبه وتضرب الرقم ده في 365. الرقم اللي هيطلع لك هو عدد الساعات اللي انت بتضيعها كل سنه في حياتك. الرقم خضك مش كده؟ تعال خضك اكتر. يعني خلينا مثلا نفترض ان لو متوسط عدد الساعات اللي انت بتقعدها على التليفون بتاعك في اليوم هي 6 ساعات، فانت كده في السنه الواحده اللي هي 365 يوم انت بتضيع 92 يوم بس على التليفون. يعني ربع السنه دي انت مضيعها في القعده على التليفون. تحب اخضك اكتر واكتر؟ لو ضربت الرقم ده في 10 اللي هو 92، 920 دول هم عدد الايام اللي انت هتضيعهم في حياتك ال10 سنين الجايين. هتضيع حوالي 3 سنين من حياتك ال10 سنين الجايين بس على التليفون. ما سالتش نفسك قبل كده ليه الفيسبوك والانستجرام والماسنجر والتيك توك بالذات، ليه كل الابلكيشنز دي فور فري مجانيه تقعد عليها ببلاش؟ في مقوله كده في علم الاقتصاد بتقول اذا رايت منتجا مجانيا فاعلم انك انت السلعه. فالحقيقه السلعه اللي في الموضوع هو انت. طب اعمل ايه؟ مش هقول لك ان انت توقف انك تمسك التليفون نهائي، بس تعمل ليميت للتليفون، ساعه او ساعتين بالكتير تقعد عليه في اليوم. ابدا اتعلم مهاره جديده، ابدا في الكورس اللي انت ما بداتوش بقالك كتير، ابدا اتعلم لغه، ابدا اي حاجه بتحبها
بس سيب التليفون وابدأها. اتعلم يا اخي مهارة تجيب لك فلوس. لو سبت نفسك للسرطان ده وما عملتش لنفسك وقت خصوصا في المرحلة دي، لان فترة المراهقة هي اهم واخطر مرحلة في حياتك، والله عمرك هيتاكل. انت في اهم واخطر وقت في حياتك، وهي دي الحياة الرابعة. انت في اخطر مرحلة في حياتك دي خالص، مش مبالغة مني. لو انت في مرحلة المراهقة دلوقتي فانت حرفيا في اخطر مرحلة في حياتك. العادات الصغيرة اللي انت بتعملها دلوقتي هي اللي هيتبني عليها مستقبلك كله قدام. لو انت بتبني حاجة حتى لو بتعمل فيها 1% من دلوقتي، هتلاقيها بعد 5 سنين بقت حاجة كبيرة جدا. ولو انت بتعك عك معين حتى لو شايف ان العك ده بسيط، على مدار 5 سنين هتلاقي ان العكة دي كبرت جدا. باختصار، عاداتك اللي بتعملها دلوقتي هي اللي هتشكل مستقبلك كله قدام. صحابك اللي انت مصاحبهم دلوقتي هم اللي انت هتبقى شبههم لما تكبر. لو صاحبت 5 بيشربوا سجاير، انت هتبقى السادس بتاعهم. ولو صاحبت 6 اوائل جمهورية، انت هتبقى السابع بتاعهم. اي قرار انت بتاخده دلوقتي بيكون بمثابة تصويت على مستقبلك هيكون عامل ازاي قدام، حتى لو حاجة انت شايفها قد كده. فلو كل يوم انت بتنام 6 و7 الصبح، بتصحى الساعة 5 العصر، ما بتاكلش كويس، ما بتهتمش بصحتك، ما بتذاكرش، ما بتبدأش في الحاجة اللي انت نفسك تبدأها، اظن انت تخيلت شكل مستقبلك وشكلك انت شخصيا هيبقى عامل ازاي بعد 5 سنين. طريق النجاح الحقيقي بيكون ممل، متكرر، وفيه روتين ثابت، وهي دي ضريبة النجاح. الملل هو ضريبة النجاح. انك تقطع مع صحابك اللي بيجروك لتحت هو ده ضريبة النجاح. ولازم تبقى عارف ان لكل شيء ضريبة لازم تدفعها، لانك ما بقتش صغير. وهي دي الحياة الخامسة، انت ما بقتش صغير. جملة انا لسه صغير اللي انت بتقولها لنفسك كتير عشان تبرر كسلك وتصرفاتك الغلط اللي بتعملها، للاسف مش هتنفع. شباب كتير بيقعوا في حتة انا لسه في فترة المراهقة. فترة المراهقة دي معروفة فترة الطيش، وان انا اعمل حاجات غلط واعمل حاجة هنا ومش عارف ايه هنا وايه هنا، وان شاء الله لما اخلص دراسة واخلص جامعة بقى ابتدي ان انا اركز في حياتي، ابتدي ان انا اشتغل، ابتدي ان انا اخد كورس. لو فاكر ان الحياة والمستقبل بيبداوا من بعد الجامعة، فانت هتاخد حتة قلم هيفوقك. اي حد انت شايفه ناجح دلوقتي وبيلهمك وعامل حاجات انت نفسك تبقى زيه، هو بس الفرق بينه وبينك انه عرف يستغل فترة مراهقته بطريقة صح، بشكل صح، ما ضيعهاش. عرف يبدا الكورس اللي انت من دلوقتي خايف انك تبداه، اللي انت من دلوقتي بتقول انك معكش فلوس، ومع ان في اوبشنز تانية كتير تقدر انك تبداها وتبدا انك تاخده بشكل مجاني على يوتيوب. هو بدا بالشكل اللي كان متاح تحت ايده، انما انت مستني فلوس الكورس اللي هتجيلك عشان تاخد الكورس المثالي، وده مش هيحصل. هو كان نفسه زيه زيك انه يكون جسمه حلو لما يكون كبير، بس انت استنيت الوقت المثالي والظروف المثاليه عشان تروح فيها الجيم. هو بدا باللي موجود معاه، نزل لعب 10 ضغط في اوضته. فاللي عاوز اقوله لك ان انت ما بقتش صغير، والنجاح او الانجاز ما لهمش سن معين. والله الدنيا ما هتحايلك عشان تنجح، الدنيا مش هتقول لك تعالى كده ابوس ايدك انجح. الناس مش هتموت لو قررت ان انت تكتئب. انت هتكتئب وهتعيش في دايره الحزن ودايره الياس بتاعتك، والناس بره عادي، الناس بره مبسوطه وسعيده ومحدش مهتم. انا عارف ان الكلام ده صعب، بس انا قلت لك ان انا هكون صريح. وعشان كده الحقيقه السادسه، انت مش مميز زي ما انت فاكر. انا والله ما قصدي احبطك، ولكن هي دي الحقيقه، انت مش مميز. معظم الناس اللي موجوده في الدنيا مولودين مش مميزين بحاجه، الا بقى الناس اللي ربنا خلقها صوتها حلو مثلا، اللي ربنا ممكن يديهولنا حاجه بسيطه كده تميزنا عن البشر اللي حوالينا. الشخص اللي بيشتغل على الحاجه البسيطه دي وبيطورها هو ده اللي بيكون مميز، انما اللي ما بيشتغلش عليها بيكون عادي. وعلى فكره، كونك انك تبقى عادي ده مش عيب، ولكن العيب ان يكون كل طموحك انك تبقى عادي ما تبقاش مميز. في مقوله بحبها جدا للاستاذ احمد الشقيري، وده من اكتر الاشخاص اللي اثرت في تفكيري واثرت في حياتي. بيقول فيها لما تيجي تحط اهدافك حطها عند النجوم، عشان لما تبذل قصارى جهدك وتحاول انك توصل للنجوم، لو فلتت على الاقل هتوصل للقمر، ووصولك للقمر حاجه مش قليله. فهي الفكره هنا بقى، المفروض انك تكون طموح انك توصل لاعلى حاجه في الدنيا، عشان لو ما وصلتش لاعلى حاجه في الدنيا هتكون وصلت لحته حلوه جدا، وكل الناس اللي في الدنيا هيكونوا بيتمنوا انهم يكونوا في نفس مكان. فاوعى تستنى احساس انك لازم تكون مميز في حاجه عشان انك تبدا فيها، هتفضل مستني كتير جدا ومش هتبدا. اللعيب اللي بيتولد بالفطره كده مهاري بس اعتمد على المهاره دي وما اتمرنش، عمره ما هيوصل ان هو يكون لعيب عالمي. ولازم تعرف برضو ان محدش مركز معاك. انا عارف ان الفكره دي موجوده عند معظم الشباب اللي في مرحله المراهقه، ان هو فاكر ان هو محور الكون ومحط انظار الكون كله، ان هو وهو ماشي الناس بتبص عليه، ان هو بيعمل كذا الناس قاعده بتتفرج عليه، ان هو مش عارف ايه بيحصل ايه هنا. كل ده في عقلك، كل ده ما بيحصلش. محدش مركز انت فشلت ولا نجحت. ممكن يركزوا معاك لو نجحت، ولكن لو فشلت ايه يعني؟ هيقولوا ايه ولا هيعيدوا ايه ولا هيركزوا في ايه؟ كون اكبر بكتير من ان انت تبقى المحور بتاعه يعني بصراحه. فما تعيش كده مقيد ان الناس بص عليك وشايفاك، فتضطر انك تتصنع شخصيتك وفي الاخر مش تعمل اللي انت نفسك فيه. الحقيقه السبعه، انت مش في فتره
فتره استعراض. بصوا بقى، انا كان نفسي حد يقول لي الجمله دي وينزل بيها على دماغي كده وانا في فتره المراهقه. لازم انت تبقى عارف ان انت لو في فتره مراهقتك انت مش في فتره انك تقعد تفرد فيها عضلاتك، انك تشتري لبس غالي عشان تنزل تتصور باللبس ده وتنزل الصور دي على السوشيال ميديا، انك تتخانق كتير، انك تشرب سجاير او تشرب فيب او تشرب اي حاجه في الدنيا ممكن تدمر صحتك، انك تصاحب او تكلم بنات زي ما اصحابك والناس اللي حواليك بيعملوا كده. المراهقه هي فتره بتبني فيها شخصيتك انت، تعرف نفسك اكتر، تطور من نفسك، تتعلم حاجه، تقرب من ربنا. ومش هقول لك ما تتبسطش، بس تتبسط بالحاجه اللي انت نفسك فيها ومن جواك انت اللي عاوز تعملها، مش عشان اللي حواليك بيعملوها. واهم حاجه الحاجه دي تكون متناسبه مع قيمك ومبادئك ومع دينك، وده اهم حاجه. ولكن مش تعمل حاجه عشان صحابك بيعملوها او عشان تتفشخر بيها قدام صحابك. والفلوس اللي انت بترميها على الارض دي في فتره مراهقتك بدل ما تصرفها في حاجه تاذيك اتبسط بيها، ولكن اعمل جزء بسيط منها انك تستثمره في نفسك. اتعلم حاجه جديده، مش شرط الحاجه دي ان هي تكون بتفيد الكون كله. يا عم لو هتتعلم انك تعوم بس حاجه انت حاببها اتعلمها ومش هتضرك. اشتري كتاب، اشترك في جيم، اشترك في اي لعبه قتاليه في الدنيا، اعمل اي حاجه بس استثمر في نفسك في حاجه. صدقني اللي هتدفعه دلوقتي في حاجه انت بتستثمرها في نفسك انت قدام هتاخد اضعاف اضعافه. وانا عارف انا بقول لك ايه وجاي لك من قدام. ما تصدقش بقى كلام الافلام والمسلسلات اللي بيصدروا لك ان المراهقه دي هي مرحله الطيش وان انت المفروض تكون بتعمل كل حاجه غلط في الدنيا، لان هو المفروض كل الناس اللي في سنك بتعمل كده. ده كلام غلط تماما، وده كلام افلام ومسلسلات مش حقيقي. وخدها كده قاعده في حياتك ان كل ما اشتغلت على نفسك وانت صغير كل ما هتستريح لما تكبر. وعشان تعرف بقى تشتغل على نفسك كويس وانت صغير في حاجه مهمه جدا لازم تبعد عنها، وهي دي الحياه التامنه. ما تدخلش علاقه عاطفيه وانت في فتره المراهقه. في جمله ايقونيه معلقه في دماغي كده وعمري ما نسيتها من فيلم العالمي، لما كابتن شيكو كان مسافر وحب يقول لمالك الثلاث وصايا بتوعه قبل ما يروح ويسافر يعني. فقال له عشان تنجح يا مالك لازم تبعد عن 3 حاجات: السجاير والخمره والثالثه بقى انت عارفها النسوان. كلامي هنا مش موجه للولاد بس، كلامي هنا كمان موجه للبنات، ومش في الجزئيه دي بس، عامه طول الحلقه. تجنب ارجوك انك تدخل اي علاقه عاطفيه وانت في فتره المراهقه. اولا عشان ده حرام وربنا محرمه، وقال ان المفروض ان احنا ندخل البيوت من ابوابها. فاحنا كمسلمين اول حاجه لازم نشوف الدين بيقول ايه في الموضوع ده. فربنا قال ان اي علاقه عاطفيه لازم بتبدا ان الشاب بيروح لبيت البنت وبيطلبها من هناك. فدي اول حاجه. كونك انك داخل في علاقه عاطفيه في مرحله مراهقتك فغالبا انت داخل بنيه الصحوبيه او داخل ان انت بتحبها ممكن، وانت انا مصدق شعورك، ولكن انت بتقول بقى ان انا قدامها يعني كده الموضوع ده حرام. النقطة التانية لازم تبقى عارف ان الحب لوحده والله ما كفاية. ربنا لما اتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة اللي هم المفروض 2 ناضجين ومؤهلين ان هم يتجوزوا، ما اتكلمش عن الحب، قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة. مودة ورحمة، ما قالش حب. ليه؟ لان الحب كده زي ما بيقول دكتور مصطفى محمود، وانا بحب له المقولة دي جدا، ان الحب ممكن يشتعل ويهدأ ويخمد ويتحول الى النقيض. يعني طبيعة الحب ان هو متقلب. فلو الموضوع في الحب كان ربنا قال بين الزوج والزوجة ان وجعلنا بينهم حب، لكن ربنا اختار وجعلنا بينهم مودة ورحمة، لان الزوج والزوجة لو بيودوا بعض حتى لو في الفترة دي هم مش حاسين بالقدر من الحب اللي كان موجود في الاول، وفي رحمة ما بينهم وما بين بعض. طب تخيل بقى شاب في فترة المراهقة وهو لسه اصلا مش فاهم نفسه ومش عارف هو عايز يروح فين ومش عارف هو عاوز يعمل ايه ومش عارف اتجاهه في الحياة، فيدخل حد تاني في حياته بغض النظر عن ان ده اول حاجة هو حرام. الحد التاني ده هو كمان مش عارف اتجاهه في الحياة والاتنين ملخبطين، فبالتالي اللي كده هيحصل ان الاتنين دول مش هيكملوا مع بعض. يا هي هتسيبك وتكسر قلبك يا انت هتسيبيه وتكسري قلب. ملهاش معادله غير كده. ليه؟ لان الموضوع اساسه كان غير ناطق. والله انا مقدر الحب وما بقللش خالص ان ممكن ان انت تكون بتحب شخص، ولكن لازم تبقى عارف ان الحب لوحده مش كفايه. في وقت من الاوقات قلبك هيتكسر وساعتها هيكون صعب عليك جدا انك تتعافى. فربنا رحمك من الاول وقال لك ما تقربش للموضوع ده. انا عارف ان احنا بيكون عندنا نوع من انواع الجوع العاطفي، نفسنا ان يكون في حد في حياتنا بيحبنا، يكون بيهتم بينا، يكون بيسالنا عن يومنا، نكون بنشاركه الحاجات اللي احنا بنعملها. لحد ما تقدر او تقدري ان ده يحصل بالحلال، حاول تملأ الجوع العاطفي اللي جواك ده باصحابك او اهلك. وبمناسبه اهلك، هي دي الحياه التاسعه. انا اسف لو كلامي هيبقى قاسي او هكون صريح بزياده في الحقيقه دي، ولكن اهلك هيموتوا. انا عارف ان اهلك ممكن يكون بيضايقوك كتير جدا دلوقتي، بيقولوا لك اعمل كذا وما تعملش كذا، بيتحكموا فيك، ومع الوقت انت بقيت منعزل عنهم. ولكن في حاجه ممكن انت ما تاخدش بالك منها دلوقتي لانك مش هتلاحظها في السن اللي انت فيه ده، ان اهلك هيكبروا، والدك ووالدتك هيبتدوا ان هم يكبروا، صحتهم مش هتبقى زي الاول، وممكن تفضل مع كبرهم ده منفصل عنهم، ما بتقعدش معاهم، ما بتحبش تشاركهم اللي بيحصل، ودايما مكتفي بان الحمد لله كويس تمام. هتندم على كل لحظه انت كان اهلك عاوزينك تقعد معاهم وانت
ما حبيتش ده. ما تندم على كل لحظه امك كانت بتجر فيها منك الكلام عشان تعرف ايه اللي حصل لك النهارده او ايه اللي كان بيحصل في يومك. هتندم على كل مكالمه انت ما كنتش رديت عليها عشان انت ما كنتش عاوز تتكلم الوقت ده. عارف انهم ممكن يكونوا بيعملوا حاجات كتير جدا بتضايقك دلوقتي، ولكن تعافى منها في صمت، بس ما تبعدش عنه. انا عارف ان انا ممكن اقول لك دلوقتي حاجه انت لما تسمعها زي اللي هو ازاي يعني وازاي اعمل حاجه زي كده، بس هل انت مثلا عمرك جربت انك تحضن مامتك او باباك؟ انا اصلا بفكر دلوقتي وانا بتكلم عن نفسي انا كشاب مش فاكر ان المواقف كتير دي حصلت في حياتي. اوقات كتير جدا بنعتاد وجود اهالينا، تفتكر ان هم هيفضلوا طول عمرهم في نفس السن ده ومش هيكبروا ومش هيموتوا زي اي بني ادم طبيعي. فقضي وقت مع اهلك قدر الامكان، اعمل معاهم ذكريات قدر الامكان، صور كل لحظه انت بتعيشها معاهم، مش لازم تتصور معاهم في المناسبات بس، عشان لما يجي الوقت اللي هم ما يكونوش موجودين فيه ما تحسش بالندم انك ما كنتش بتديهم من وقتك. هم دول التسع حقائق اللي لو عرفتهم وانت في السن ده او في مرحله مراهقتك وقدرت تستوعبهم وتنفذ الحاجات اللي تقدر تنفذها فيهم، صدقني انت هتفرق عن كل اللي حواليك وهتوصل لحته الكل هيتمنى انه يبقى زيك. اسف لو كان كلامي ضايق حد، لكن ان انا كنت قاصد في الحلقه دي ان انا اكون واضح وصريح، وبجد كنت اتمنى ان حد يقول لي الكلام ده وانا كنت في مرحله المراهقه. وبس كالعاده ما تنساش تعمل شير.